السلام عليكم. ده سيستم تتبع جديد خاص بأفاقي. اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده ناتج 5 ساعات شغل بعد ميتنج مع مستر ماجد امبارح بالليل. قررت اعمله، وهو اللي قلت له مفاجأة اللي هو كان هيشوفها النهارده. عملت الجزء الاولاني منه اللي هتشوفوه، وهو موجود جبار جدا. بعد كده هتشوفوا الجزء التاني. مبدئيا مجرد ما بتخش السيستم، العميل بيبقى قدامه هنا الخدمات بتاعت افاقي. بيبقى قدامه يقدر يحط السيريال نمبر بتاع القطعة، والاي ام اي اي بتاع القطعة عشان يقدر يخش يتحقق من القطعة. لو اخترنا مثلا سيريال نمبر وحطينا اي ام اي غلط، الاي ام اي عبارة عن عملية حسابية لأكتر من جزء، بيجمعوهم مع بعض يكون الاي ام اي. لو انا عايز اتاكد لو حد حط اي ام اي غلط، هيدي لك ان مفيش اي ام اي بالرقم ده، حتى لو مش موجود عندنا على السيرفر. لازم يكون يتاكد العمليه الحسابيه بتاعته صحيحه. انا هحط الاي ام اي بتاع الجهاز اللي هو بيعمل ماتشنج بين السيريال ده والاي ام اي ده، دول الاثنين بيبقوا مسجلين عندنا على السيرفر. وده عملية حسابية بنعملها عشان ما يجيش بوت أو روبوت، أي حد يبرمجه يجيب المعلومات بتاعة العملاء اللي عندنا كلهم. بحط الرقم اللي هو 14، بقول له تحقق. مجرد ما اقول له تحقق بيجيب لي المعلومات بتاعة الجهاز. اوتوماتيك بيجيب لك النوع بتاع القطعة اللي متركبة، والصورة بتاعتها اوتوماتيك ماتشنج حسب السيريال القطعة اللي عليه، ويقول لك حالة الضمان منتهي ولا مش منتهي. بيعرف الضمان ان هو بيحسب سنة من بداية تركيبك للقطعة على السيرفر، يعني القطعة دي اتركبت على السيرفر يوم 2/5/2010، الضمان صالح ل 2/5/2011. بيجي لك يقول لك حالة الجهاز، بيقول لك الجهاز اشتغل على السيرفر من سنة و6 شهور و4 يوم و11 ساعة و37 دقيقة و23 ثانية، وآخر إشارة السيرفر لقطها من الجهاز من 5 شهور و3 أسابيع و17 ساعة و31 دقيقة و11 ثانية. ده بخصوص الجزء الخاص بالضمان. جزء خاص ببيانات الجهاز، يجيب لك رقم الجهاز والوصف بتاعه، وهو طبعا يمين ده تبع باتيكو والعنوان بتاع الرياض. ومشغل الخدمة يجي لك يقول لك الخط دوت على موبايلي ولا زين، الخط اللي جوه الشريحة اللي جوه الجهاز، ورقم التليفون اللي على الجهاز، ورقم التسلسلي بتاع الشريحة اللي على الجهاز. دول عشان لما نيجي لو عندنا مشكلة هنعرف بعد كده في الجزء بتاع الإشارة، ممكن نكلم شركة الموبايل على طول من هنا تصلحها لك على طول. عندك حاجتين: تحليل أداء شهري وتحليل أداء سنوي. الزرارين دول الوظيفة بتاعتهم إن هم بيقولوا لك الجهاز ما بعتش إشارة كم مرة في اليوم أو كم مرة في الشهر. دلوقتي إن إحنا الجهاز دوت آخر إشارة اتبعتت من كام؟ من 5 شهور، يعني شهر 4. لو دخلنا على تحليل الأداء الشهري هيجيب لك الرسم بتاع شهر 4. دلوقتي في شهر 4 الجهاز يوم 8 ما بعتش إشارة 81 مرة، ما بعتش إشارة. في شهر 9 ما بعتش إشارة 83 مرة. في شهر سوري، في يوم 9. في يوم 10 ما بعتش إشارة 15 مرة. هنا في يوم 11 ما بعتش إشارة ولا مرة. ما بعتش إشارة غلط. كل ده بيقول لك اللي ما بعتش إشارة يعني الجهاز في مكان مفيش تغطية بيجيب نو سيجنال. دي عدد مرات النو سيجنال السيرفر بيعدهم. نيجي على تحليل الأداء السنوي. تحليل الأداء السنوي بيقول لك في شهر إبريل مجموع الإشارات النو سيجنال اللي هي ما بعتتش للسيرفر اللي حصل لها لوس 161 إشارة. في شهر 5 0. في شهر مارس 2. في شهر فبراير 0. الميزة في الموضوع ده ان انت تقدر تعمل تراك للقطعة الاكتيفيتي بتاعتها فيها مشاكل ولا لا. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي فينا كلمة نورمال. النورمال دي الخلفية بتاعتها بتتغير، والاسم بيتغير حسب كمية الإشارات المفقودة. يعني لو مثلا الإشارات المفقودة فوق 2000 هتلاقي بالأحمر ويقول لك ده دي مشكلة حرجة ان انت محتاج تكلم الدعم الفني عندنا في افاقي يشوف لك المشكلة هل من الجهاز او من المشغل بتاع الخدمة. وفي زرار جديد ده اللي لسه فاضل لي بقى، اللي لسه بعمله دلوقتي، ان هيبقى كل عميل يقدر من خلال نظام دعم فني بالتذاكر يبعت تيكت للسيستم عندنا، والتيكت بيتحط فيها رقم القطعة والعميل وكل حاجة والمشكلة، واحنا نقدر نتراك المشكلة بتقرير يطلع لك مفصل فيه ان الشهر الفلاني او النهارده القطعة ما اشتغلتش كام مرة والكلام ده كله، بحيث ان لو عميل مش عارف يوضح المشكلة من فين، احنا المشكلة بتجيلنا من السيستم اللي احنا لسه عاملينه. طبعا لو قطعة مش موجودة، يعني لو مثلا لو انا قلت حطيت معلومات قطعة مش متركبة من عندنا، او حطيت سيريال، احط سيريال اهو، هغير السيريال، احط حاجة مش موجودة عندنا على السيرفر. بيقول لك فشل التعرف على الجهاز، لابد ان الجهاز لم يباع بواسطتنا او غير مستضاف لدينا. ما بي... اي جهاز تليفون تبع افاقي تقدر تستعرضه من هنا، غير كده لا.
وده بيدينا مصداقية للوكلاء عندنا إن في دعم فني مباشر ودعم فني أونلاين، وتقدر تخش تنزل الأبديت للسوفت وير للجهاز، تشوف الضمان بتاعك، الضمان منتهي ولا مش منتهي، قبل ما تيجي عندنا في التوكيل. شكرا. السيستم دوت معمول كذا، هو مجهز إنه يبقى أكتر من لغة، بس أنا اللي خلصت العربي دلوقتي، بعد كده هعمل الإنجليزي وأي لغة تانية إحنا عايزين نعملها. وده الانترفيس بتاع السيستم. شكرا.